السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآن مساء يوم السبت 28 جمادى الآخرة 1444 لهجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، يوافقه 21/1/2023، وأنا الآن في منزل شيخنا، وقد شرفني الله تعالى بزيارته في هذه الأمسية لأطمئن الإخوة الكرام المتابعين عن صحته، وهو بخير وبحمد الله تعالى. عاد من رحلته من الجزائر وهو الآن بألف عافية وفضل من الله. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي، من الصباح سبحان من كتب لك القبول، الناس من الصباح يسألون عنك وعن صحتك بعد عودتك من الجزائر، طمئنهم عنك سيدي. لكن أريد قبل أن أطمئنهم أن الله عز وجل إذا علم من عبد من عبيده تصديقا لما يقول وإخلاصا فيما يقول كتب له القبول. ما شاء الله. أي هي قبول الناس لدعوة معينة لها قانون. إذا علم الله من هذا الداعية تطبيقا لما يقول وإخلاصا فيما يقول كتب له القبول. الله. أما الإشاعات هي لا تقدم ولا تؤخر، لكن كل مخلوق سيموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. الموت حق، لكن كل إنسان له وقت معين، وحينما ولد تحدد يوم وفاته. الله. فالإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن. سبحان الله سيدي. الناس لكم محبة في القلوب لا يعلمها إلا الله، ومن الصباح يطمئنون عن صحتكم، وها نحن نطمئنهم إن شاء الله. كنتم سيدي في زيارة للجزائر، والله كيف وجدتم الجزائر؟ ما وجدت بلد يهتم بالدعوة إلى الله كهذا البلد. ما شاء الله. شيء لا يصدق والله. أمضيت 15 يوما بدعوة بأعلى درجة من الإقبال. ما شاء الله. 5 محافظات تقريبا. وجدت هذا الشعب يبدو لأنه حرم من العلم 125 عام من قبل فرنسا، نشأ عنده حاجة إلى العلم تفوق من حوله. ما شاء الله. والله أمضت أسبوعين شيء لا يصدق إقبال الناس على هذا الدرس. يا ربي لك حتى الموظفين العاديين، حتى بالطائرة، حتى بأي مكان، هي نعمة كبيرة جدا. الحمد لله. فأنا الكلمة الأخيرة، هذا القبول له قانون، وكل أخ مؤمن دعا إلى الله إذا علم الله منه تطبيقا لما يقول وإخلاصا فيما يقول كتب له القبول. جزاكم الله خيرا سيدي. أهلا وسهلا ومرحبا. إخواننا، كما تابعتم شيخنا بخير وعافية، ويقرئكم جميعا السلام، وشكرا لهذه المتابعة الطيبة، وشكرا لسؤالكم، ونسأل الله أن تطمئنوا دائما عن أحبابكم بخير وصحة وعافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.